النهاردة الدولار عامل نفسه هادي ومستقر قدام الجنيه. الناس كلها من المواطن الغلبان للمستثمر الكبير عينيهم عليه مستنيين أي حركة صغيرة من العملة الخضراء عشان يعرفوا الدنيا رايحة على فين. المتابعة مستمرة في البنوك الكبيرة زي الأهلي المصري وبنك مصر والقاهرة والإسكندرية، وكمان البنوك الخاصة زي البنك التجاري الدولي CIB اللي دايما عليه العين. في السوق السوداء بقى بالنسبة لسعر $1 مقابل الجنيه حتى $10,000 فيها كالتالي: $1 يساوي 49.10 جنيه، $10 491 جنيه، $100 $4,910 جنيه، $1000 49,100 جنيه، أما $10,000 491,000 جنيه. يعني اللي كان شايل ورقة خضراء تحت البلاطة بقى يقدر يشتري بيها نص عفش شقة. أما لآخر تحديث للأسعار الرسمية فيها كالتالي: 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع. يعني تقريبا مفيش هزات كبيرة، السوق ماشي على الهادي. بالنسبة للبنوك فما فيش تغييرات كبيرة جدا. في البنك العقاري المصري العربي 48.72 جنيه للشراء و48.82 جنيه للبيع. في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع. في بنك SAIB 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. في البنك الأهلي الكويتي 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. في بنك القاهرة 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في البنك CIB 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك الكويت الوطني NBK 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك الإسكندرية 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك فيصل الإسلامي 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك نكست 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك كريدي أجريكول 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. وتقريبا معظم البنوك نفس السعر. في البنك العربي الافريقي الدولي 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك مصر 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في المصرف العربي الدولي AIB 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك قناة السويس 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في المصرف المتحد 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في البنك المصري الخارجي 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. وبنك التعمير والإسكان 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. في بنك البركة 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع. والاختلاف بيحصل هنا في البنك المركزي المصري 48.38 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع. في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع. في البنك الأهلي المصري 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع. الخلاصة الدولار عامل نفسه مستقر، بس الاستقرار ده ساعات بيبقى زي الهدنة قبل العاصفة. يعني أي خبر عالمي ولا قرار اقتصادي ممكن يخلي السوق يولع في ثانية. فنصيحة يا باشا، تابع الأسعار بيوم ويوم وما تغامرش بكل فلوسك، الدولار ما يتأمنش.